لو واحد من أحلامك في السنة الجديدة إنك تبتدي أخيرًا الستارت اب بتاعتك أو مشروعك أو البيزنس بتاعك، أو حتى ترجع تصلحه وتضبطه لو كان عندك واحد قبل كده وما ضبطش، فمش سؤال تارجت المبيعات هو اللي هيقوم البيزنس، إنما سؤال تاني خالص. وأنا جاي النهارده أكلمك عن الأسئلة أو السؤال الصح اللي يتسأل لو عايز تقوم بيزنس مظبوط. بحسب كتاب Start with Why، الكتاب بيتكلم ازاي ان كل البيزنس اللي حوالينا دايما مبني على الوات اكتر من الواي، او بمعنى اصح على ايه المنتج اللي بيتعمل اكتر من ليه المنتج بيتعمل. زي مثلا اعلانات العربيات اللي بتقعد توصف في جمال العربية وامكانياتها، لكن ما بتقولش ابدا للزبون العربية معمولة له ليه وهو محتاجها في ايه. والحقيقة ان ده بيصعب الموضوع عليك وعليه في الشراء، لانه ساعتها تحليل الزبون لمنتجك هيكون عقلاني صرف، وهو بيقارن امكانيات منتجك مع اي منتج اخر متوافر في السوق. الحاجة اللي هتقلل فرصك في انك تبيع منتجك ليه، الحاجة اللي هتخليك تلجأ للي الكتاب مسميه التلاعب التسويقي لمنتجك، من خلال انك تحاول تقنع زبونك بواحدة من الحيل التالية: واحد، تسعيرة ارخص او خصومات. كون زبونك بيلجأ لك لان سعرك ارخص او علشان عروض، معناه انه مش مؤمن بيك حقيقة، انت مجرد بتوفر سعر افضل ليس الا، يعني مفيش علاقة حقيقية. اتنين، من خلال الاغراء او التخويف. فكرة ان حد يشتري منتجك لان اعلانه كان مغري، ده مش حب حقيقي، لان لو حد اخر اغراه هيجريله، لان الاغراء مش طويل المدى. او يلجأ لك مثلا كحزب لانك خوفته من حزب اخر، فده خوف مش ايمان برضه. ثلاثة، بالتجديد او الضغط، اللي عكس بعض بس بيكملوا بعض. والتجديد هنا مش مقصود بيه الابداع، مجرد شكل جديد من المنتج لكن ملوش هدف جديد. او الضغط، ان الكل بقى بيستعمل المنتج ده وانت قديم، ودي حاجة بتخلي الزبون مضغوط ومجبر على استخدامك، مش مؤمن بيك. والتلاعبات التسويقية دي غير انها مرهقة، فهي كمان مش بتيجي باهدافها المرجوة، هي بس مجرد بتخلي الزبون يبتدي يفكر في منتجك، ويا جابه يا ما جابوش. اللي الكتاب بقى بيتكلم فيه هو ان شركتك في قوامها وتسويقها تبقى مبنية على فكرة الواي والرؤية والهدف اللي هي عايزة تحله. الهدف اللي لو الزبون شافه هيحس ويؤمن ان الشركة بتعمل كده عشاني، ان انا باللي الشركة بتعمله هبقى افضل. السنس اوف بيلونجينج او الاحساس بالانتماء والولاء ده، دي الحاجة اللي بتخلي زبونك يشتري منتجك وهو مطمن، حتى لو ما كانش احسن منتج في الدنيا على فكرة، ويشتريه ويكون مبسوط كمان. الكتاب اتكلم عن شركة ابل وازاي ان هدفهم دايما هو التحدي والتمرد على المألوف، الحاجة اللي بانت في إعلانهم عام 1984 اللي كان بيعلن عن الكمبيوتر الشخصي أبل II. وكان الإعلان بيقول إن 1984 مش هتبقى 1984، بمعنى إن السنة اللي هم فيها مش هتكون زي رواية 1984 لجورج أورويل اللي تخيل فيها إن في استعباد هيتم للبشر في نفس السنة. والإعلان بده كان عايز يقول إن أبل ادت البشرية القدرة على التمرد خلاص. والإعلان كان من إخراج المبدع ريدلي سكوت وقتها. بينما على الصعيد الآخر، شركة زي مايكروسوفت مثلا كان رؤيتها وإيمانها إنها هتدي البشر الأدوات اللي تخليهم يقدروا يوصلوا لأقصى مدى ليهم. والرؤى دي هي السبب الحقيقي اللي خلت البشر يتبعوا الشركات دي، وخلت الشركات دي تتشهر الشهرة العنيفة دي. وأكبر دليل إن الشركات دي قائمة على واي مش على وات، هو إن الواي بتاعتهم خلتهم يعملوا أكتر من وات، أكتر من منتج بيخدموا على نفس الهدف، رغم ان ملهمش علاقة ببعض، والناس اشترتهم كلهم. فمثلا ابل، غير انهم غيروا مفهوم الكمبيوتر الشخصي وخبطوا في IBM اللي كانت شغالة في مجال الكمبيوتنج للحكومات، فهم كمان اتمردوا على طريقة استماع الناس للأغنية، غيروا مفهوم الأغنية نفسه من الألبوم الرقمي من خلال الآيباد في الأول، وبعدين سوق الآي تيونز الرقمي. وده معناه انه مجملا الشركة دي فعلا لسه بتعمل مهمتها، وهي الثورة على المألوف
وتحديه دايما لتقديم كل ما هو افضل. بينما مايكروسوفت مثلا غير انها لعبه البيرسونال كمبيوترز لرؤيتها وهو ان الناس يبقى في ايديها اللي يقويها، وعشان كده حتى اهتموا وقتها انهم يعملوا كمبيوترات ارخص من كمبيوترات ابل، فلعبوا كمان لعبه انهم عملوا برنامج مايكروسوفت اوفيس اللي محدش دلوقتي يقدر يستغنى عنه في شغله ولا في اعماله المكتبيه. فالمنتج مش واحد اهو، ولكنه بيخدم دايما نفس رؤية الشركة. وطبعا خير دليل على ان الكلام ده صح مثال مش موجود في الكتاب، ألا وهو شركة أمازون اللي مش بس شغالة في إنها عملت سوق رقمي يتباع عليه كل شيء، إنما كمان ساهمت في الصناعة بمنتجات زي كندل أو AWS سيرفرز. ده لأن فلسفتهم دايما إنهم هيبقوا متجر كل حاجة، بداية من متجر رقمي عادي زي امازون دوت كوم بيتباع عليه الحاجات العادية، لحد متجر للمبرمجين يتسوقوا عليه سيرفرات زي AWS او امازون ويب سيرفيسز. فطبعا تركيزهم على الرؤية بتاعتهم ان الشخص يقدر يلاقي كل اللي هو عايزه اونلاين، خلتهم يعملوا بدل المنتج 3 يوصلهم دايما للواي بتاعهم، وده اللي خلى الناس تتبعهم. مش بس الزباين والعملاء اللي بره، لكن الموظفين نفسهم اللي جوه المؤسسات كمان، وفخرهم انهم جزء من المنظومه والرؤيه دي، وعشان كده شغالين بالايمان ده في المنتجات المتعدده دي، الحاجه اللي بتخلي المنتجات المتعدده دي تطلع في النهايه بمستوى نظيف. الحقيقه ان الكتاب كان مركز على 3 مستويات لاي شركه عايزه تبقى قوامها النجاح، من الاعمق للاكثر سطحيه، وهم الواي او الليه، ثم الهاو او الكيف، ثم الوات او الماذا او الايه او المنتج. وكان بيتكلم ان اول 2 لو اتقارنوا بتركيبة المخ اللي بنسبة كبيرة بتفكر بنفس الطريقة، فهم اكتر احساس اكتر منهم حاجة فيها تبرير او عقلانية. والدليل انك لو سألت اي حد هو بيحب ابل ليه، هيديك تبريرات منطقية مش هي الاصح، ليها علاقة بالمنتج. بينما في الحقيقة ان حبه لابل هو الولاء للقيمة الفلسفية اللي قدمتها ابل، وان الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتفسر بشكل عقلاني هي الوات. وعشان كده ده الحل الاسهل اللي بيلجأ له اصحاب الشركات اكتر من اللماذا او الواي الصعب تفسيرها عقلانيا. الكتاب كان قايل ان الشركة الناجحة هي اللي بتملك 3 حاجات: clarity of why اي وضوح الرؤية والهدف، والdiscipline of how اي التزام التنفيذ، والكونسيستنسي اوف وات وهو ثبات تقديم الخدمة كدليل على حياة الشركة المستمرة. وبعدين تخيل ان ال3 دول مش مجرد 3 دواير في بعض، احنا شايفينهم 3 دواير عشان احنا شايفينهم من فوق، انما لو شفناهم من الجنب هنكتشف انهم عبارة عن كون يصلح كمكبر للصوت لأي صاحب شركة ناجح انه يتكلم بيه، حيث الواي هو الجزء الاصغر من الكون الاقرب لفم الانتربرنور، والوات هو الجزء الاكبر اللي بيخرج منه الصوت الاقرب للمستخدم او الزبون. بس لازم الصوت يعدي على المراحل دي كلها: clarity of why, discipline of how, consistency of what. وبعدها الكتاب اتكلم عن ازاي ان الشركات الناجحة بتبقى قائمة عادة على شريكين، واحد عنده حتة الواي اكتر، واحد عنده حتة الهاو اكتر، لكن ما ينفعش كل واحدة من غير التانية، لان في اوقات الهاو من كتر ما بيعرف ينفذ بيفتكر انه مش محتاج الواي، زي ما ستيف جوبز كده في وقت من الاوقات اترفد من ابل واجبرت الشركة ترجعه لما فقدت الرؤية وابتدت تفقد ارقامها، رغم ان الشغل وقتها كان على قدم وساق. وبعدها الكتاب عمل مقارنة لطيفة ودي اللي ختم بيها، وهو الفرق ما بين السكسس والاتشيفمنت، انهم رغم انهم يبدو من بره انهم نفس الحاجة الا ان في فرق واضح. لان الاتشيفمنت او الانجاز هو انك توصل لهدف، زي مثلا انك تحقق تارجت سيلز، مجرد تارجت ووصلت له. لكن السكسس او النجاح هو انك توصل لتارجت برضه بس فيه قدرت تغلب نفسك، مش مجرد تشيك بوينت بتعملها والسلام. وختم انه حكى قصة لطيفة عن سباق في ناس كتير بتجري فيه وسبقت، واحد في النهاية قاعد يجري رغم ارهاقه وتعبه لكنه وصل في النهاية لخط النهاية، وان تسقيف الناس في السباق للشخص ده كان اكتر واعلى من تسقيف الناس لبقية المتسابقين، لانهم كانوا عارفين ان الشخص ده شارك في اكتر من سباق قبل كده
وكان بيقع، وكان مصمم انه في مرة هيوصل للنهاية مهما ده كلفه من تعب ومن تمن، لان ده كان حلمه طول عمره. وانه في حقيقة الامر هي دي القصة الانسبايرنج للناس اكتر من كل حاجة، واللي بتخلي منتجك سكسي اكتر من اي منتج تاني، لانه وراه قصة واحد ما حاولش يتفوق على الناس انما يتفوق على نفسه. ودي القصة اللي فعلا بتلهم الناس اكتر من اي منافسة، وهو ده الواي اللي الكتاب بيتكلم عليه. انا عن نفسي الواي بتاعي اللي بيلهمني هو فكرة اني بحب فكرة او فلسفة الإديوكيشن باي انترتينمنت، او ان التعليم مش لازم دايما يبقى ممل، وان الانسان ممكن يتعلم حاجة وهو بيتسلى، سواء من كتاب او فيديو او فيلم او فيديو جيم. فدي دايما الواي اللي بتحركني وبتخليني من وقت للتاني اعمل اشكال وات مختلفة، شوية مسرحيات، شوية كوميك سوبر هيروز، شوية منتورنج في شغلانتي وانا في المانجمنت، ودلوقتي حلقات اليوتيوب اللي بتشوفوها دي، واللي في اوقات حتى نفس الحلقات ممكن تبقى بتتكلم في نطاقات مختلفة ما بين الفن والبيزنس. فزي ما انا حكيت لكم ايه الواي بتاعتي، هستنى منكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه الواي بتاعتكم اللي بتحرككم، وايه الواتس او المنتجات اللي قدرتوا تطلعوها من الواي اللي بيحرككم ده. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة دي اعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكم اشعارات على اخر حلقاتي. كل سنة وانتم طيبين، وسلام